السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد على العصر، حيث نواصل الاستماع إلى شهادة الرائد طيار صالح حشاد، قائد سرب الطائرات التي قصفت طائرة الحسن الثاني ملك المغرب الراحل في محاولة انقلاب أفقير التي حصلت في شهر أغسطس عام 1972. رائد حشاد، مرحبا بك. أهلا وسهلا. صدرت الأحكام عليكم في شهر نوفمبر عام 72، رحلتم أو نقلتم إلى السجن العسكري في القنيطرة، سواء المحكومين بالإعدام أو المحكومين بالسجن. صف لنا كيف كان الوضع في السجن بعد صدور الحكم. والله بعد صدور الحكم نقلنا إلى السجن المركزي بالقنيطرة، وهنا كنا في الجنح الذي كان فيه المحكومين عليهم بالإعدام في المدني، يعني المدنيين محكوم عليهم بالإعدام. من السياسيين وحتى العاديين الجنائيين؟ من السياسيين الجنائيين، يعني المحكوم عليهم بالإعدام لم يكونوا سياسيين. من الجنائيين. إذن بقينا معهم إلى أن غادرنا السجن. وما ميز هذه الفترة وهو لم يكن لنا الحق في زيارة العائلة، لم نتمكن أبدا أن يقوم هذا الزيارة. أنت كنت متزوجا ولك طفلة عمرها 14 شهرا. أيوة. وزوجتك حامل في ابنك الذي ولد بعد ذلك. أيوة. وكذلك معظم زملائك كان لهم زوجات وأولاد. وصلني النبأ بزيادة ابني في السجن العسكري قبل أن تذهب إلى كزممر. والمحامي هو الذي جاء وقال لي إنك أصبحت أب طفل، وفرحت. وقال لي زوجتك تطلب منك أن تعطيها اسم. فقلت له والله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله اتخذ إبراهيم خليلا، فتبارك الله نسميه خليل. وفي في في بعد المحامي جاء فضول، يعني فضول، وقال لي ونبأني أيضا، قال لي مبروك زاد عندك ولد، وقال لي كيف يعقل أنك أصبحت رائد وكذا وكذا وتقوم بانقلاب ضد الملك. قلت له والله لم أخطط لانقلاب، هذا هو ما وقع. إذن نرجع إلى السجن المركزي، أصبحنا مع المجرمين، يعني اللي الحكم عليهم بالإعدام، كلهم كان محكم عليهم بالإعدام، وظلينا هكذا. يعني زملائك اللي حكم عليهم بالإعدام ال11 كانوا معكم؟ كنا مجموعين في نفس كيف الزنازل. كانت معنوياتهم؟ كنتم تلتقون بهم؟ كنا نلتقي، يعني مرتين في النهار نخرج إلى هذيك ونلتقي. ماذا كنتم عن أي شيء كنتم تتحدثون؟ ولا نتحدث عن الأشياء، كانوا يتأسفون، يعني كلام يعني كمثل البخاري يقول والله يا لو كنت مع يعني محكم ب20 سنة يعني كانت. ولكن هذا كان دائما لهم أمل، يعني لم يفقدوا الأمل بأن لم يعدموا. لم يعدموا. ولكن الحسن الثاني في محاكمة الصخيرات غضب لأن المحكمة حكمت أحكاما مخففة ولم تتح له المجال لكي يعفو، لأنه كان يحب الناس، يعني يطلبوا منه العفو ويعفو عنهم. في هذه المرة حكم أبو 20 نفس القاضي بالإعدام على 11 من الطيارين والضباط، وكان هؤلاء أيضا يأملوا في أن يعفو عنهم الحسن الثاني. كان الأمل، يعني لم نكن نفكر في أن سيقوم بالإعدام. هل كان هذا جاري، يعني يقولوا الكل يقول الملك سيعفو عنكم، يعني أصبروا إلى آخره. ولكن ما بين يعني هذا، وهو في يوم 9 يناير، يعني هذا في مذكراتك أنت تقول مساء يوم 9 من يناير عام 73 عرف السجن تحولا غير منتظر. تحت قيادة الملازم فضول دخل الدرك وأخذوا أمقران وقويرة من زنزانتين. أكمل. دخلوا وأخذوهم وذهبوا بهم، لم نعرف أين الاتجاه.
ذهبوا بهم، ولكن من بعد عرفنا بالدرك، يعني بعد درك ينقلوا لنا ذهبوا بهم إلى الرباط ليلتقي بهم الملك. هكذا أصبح الأصدقاء الحكمان بالإعدام ربما سيتم الإفراج عنها أو سيكون شيء ما. لم تعرفوا تفاصيل ما دار بينهم وبين الملك؟ لا غادي نعرفه من بعد. من ماذا بعد عرفتم؟ 9 يناير، يومين من بعد، في 13 يناير رجعوا إلى زنازينهم. يعني يومين معنا. غابوا لم يأتوا. ماذا فكرتم؟ جاءوا بهم في الساعة 3 صباحا. ولكن الذي ميز هذه الفترة في هذه الدقيقة وهي سمعنا يتألم أمقران وكويرة بشدة الألم، يتألمون ونسمع يعني بأنهم هذا تبين بأنهم إنهم يعني يتعذبوا، عذبوا عذابا أليما خلال اليومين، عذابا أليما. وهكذا سمعنا كويرة ينطق وبدأ يصيح ويسأل أمقران ويقول له: لماذا لم تقل أنت السبب؟ لماذا لم تقل له ما أراد لما أسألك؟ لما تقول له الحقيقة وقد وعدنا بالإفراج عنا؟ وهكذا أمقران لم يجب، فمكث صامتا. أنت سمعت بأذنك؟ الكل سمع، إنه كان أمامي في زنزانتك. أيوه، الكل سمع هذا الكلام. إذن ماذا أراد كويرة أن يقول؟ لماذا لم تقل له لما سألك عن أشياء؟ ماذا أراد كويرة؟ أمقران لم يجب. وهنا كان هناك 9 آخرين محكومين بالإعدام، لم يستدعى أي منهم للقاء لم الملك؟ يستدعى، لا، فقط أمقران وكويرة. المصادر تقول إنهما مثلا أمام الملك في قاعة نصبت في جوانبها أجهزة التصوير التلفزيونية مع مصوريها الجاهزين للتسجيل. طلب منهما الحسن الثاني أن يعترف بخطئهما وأن يطلب منه العفو مقابل أن يطلق سراحهما، لكنهما رفضا. أظن هذا ربما كان من أول شيء، ولكن المهم ولم يكن هذا هو السؤال. هذا هو السؤال، طلب العفو أمام الكاميرا، هذا وقع من بعد. لأن السؤال المهم يمكن أن يطرح الملك على أمقران وهو: من كان معكم وراء هذا الانقلاب؟ هذا هو الأهم في السؤال. أمقران لم يريد أن ينطق بأسماء ليورط الأحزاب المعارضة إلى آخره. إذن أمقران فكر ربما أن الملك يريد أن أمقران ينطق بهذه الأسماء ويقول أي شيء ما أرى الملك، ومن بعد يطلب العفو أمام الكاميرا إلى آخره ويعدم من بعد. إذن أمقران لم يجب ومكث صامتا. أمقران في تلك الفترة يقال أن كثيرا من المعارضين السياسيين كانوا يلتقون بأمقران ربما بعدم علم، كما وضحت أنت في حلقة سابقة. كان أمقران يخطط لتحالف مع القادة السياسيين المعارضين حتى يتخلصوا من أفقير. وكان أفقير يخطط أن يستخدم أمقران ثم يتخلص منه ومن الطيارين بعد ذلك. هذا صحيح. الحسن الثاني كان يريد من أمقران أن يعترف بالقادة السياسيين مثل عبد الكريم الخطيب، مثل البصري، الزعيم البصري الذي كان في فرنسا، اللي التقى معه في باريس، حتى إذا اعترف أمام التلفزيونات بهؤلاء يكون هذا مبرر للحسن الثاني. هذه هي الخطة، هذا هو لما يصرخ كويرة. لو كان العفو، طلب العفو، لو نطق كويرة وقال لم تطلب منه العفو، لأن ختم كلامه بأنه وعدنا بالعفو. إذن كان إذا اعترف على هؤلاء، إذا اعترف على هؤلاء، لكن أمقران رفض. ولهذا من بعد الانقلاب هي في تلقى بعض الزعماء تلقوا رسائل ملغومة إلى آخره بعد محاولة الانقلاب.
اليازغي مثلا تلقى رسالة ملغومة، والثاني والله لا أتذكر اسمه. ما مصدرها؟ ربما عمقران لم ينطق بهذه الأسماء، ولكن المخابرات بلغوا ربما كانوا وراء هذا. تفسيرك إلى صمود أمقران وعدم اعترافه أو وشايته لأحد مقابل العفو عنه؟ والله شعوري وهو هذا موقف شجاع، وكان مقران يعني عارف بأنه سيموت، ولهذا لماذا الحسن الثاني كان مولعا بأن يطلب من معارضيه أو مخالفيه أو الذين يراهم أن يخطئوا أن يتوبوا إليه وأن يعتذروا إليه، وكانت هناك طقوس في التوبة مليئة بالإذلال والإهانة إلى الناس. عبد الهادي بوطالب في شهادته معي على العصر في هذا البرنامج تحدث عن الخلاف الذي وقع بينه وبين الحسن الثاني، وأن الحسن الثاني قال له لابد أن تتوب، فرفض بوطالب وقال إنما التوبة تكون لله. هل كان الحسن الثاني يتعامل مع الناس على أنه نصف إله؟ والله الحسن الثاني كان يعني لا يمكن أن صفه بهذه الصفة، يعني كان يمثل لا تصفه، لكن هو كيف كان يتعامل مع الناس؟ يطلب من الناس أن يتوبوا إليه. ولا هذا هو ما كان جاري به العمل، أن الكل لازم أن يركع، يعني أن يكون محني الرأس. يعني هذه الطريقة التي كان يسير عليها المغرب. يعني لا يمكن لأحد أن يغاير مسار نظام. لا هذا هو إذلال يعني الناس يريد أن يرمي في نفوس الناس ذاك الخوف والهلع. إذلال الناس بهذه الطريقة، الناس، إذلال شعب كامل بهذه الطريقة. وهذه الطريقة إن الشعب كله كان مذلول، لأنه الثقافة، شعب غير مثقف ما معناه؟ هذه خطة جهنمية، يعني الشعب يكون غير مثقف، ولهذا كل شيء كان مباح لمهد الطريق لاستغلال الشعب إلى آخره. بعض المراقبين يقولون إن ما فعله أمقران بعدم الاستجابة إلى الحسن الثاني كان كأنما أطلق على الحسن الثاني الرصاص مرة ثانية، وهذا ما دفعه ليعديهم يوم عيد يوم الوقفة، يعني في عرفات. هذا يعني انتقام كبير يعني صباح السبت 13 من يناير. ولكن أحببت إذا يعني لما سأله كويران والله مدت إذني أردت أن أمقران يجيب أن يقول شيء، ولكن لم يقل شيء، فسار ينين يعني بالألم إنه أدب. يعني توقعت أنه من 11 أو من 9 إلى أن رجع إليكم بعد يومين كان يومين من العذاب الأليم لهما. أيوة، يومين من العذاب، لأنه نسمع الأنين صاد، يعني تحس بأنه يعني يتألم كثيرا. يوم السبت 13 من يناير في الساعة 3 صباحا عام 73 نفذ الإعدام في حق 11 من المحكومين عليهم في القنيطرة: أمقران، قويرة، زياد، بخلايف، المهدي، العربي، الميداوي، بالقاسم، بحراوي، كمون، مينوى. 11. قلت في مذكراتك إنهم واجهوا الموت بشجاعة. هذا صحيح، ما احكرنا. روي إلينا من طرف درك أو حماد، لأنه وجهوا مصيرهم اسمح لي والله فكرتني في الأصدقاء. والله وجهوا مصيرهم بقوة وبشجاعة، وما روى إلي، لأنه كانوا ضباط يعني طيارون ماهرين. لماذا تم قتلهم؟ فكان اليزيد يشجع أصدقائه ويقول لهم كونوا رجالا وموتوا رجالا.
أمقران طلب من العربي أن يقول، قال له اسمح لي يا العربي إنك، قال له والله لهذا شرف كبير أن أموت معك. والآخرين أيضا كانوا شجعان. تنقل زوجتك عن محاميك الفاروقي الذي كان محامي مقران في نفس الوقت والذي حضر الإعدام أن قويرة في يوم عرفة حينما أعدم وهو يقول لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك. هذا صحيح، هذا صحيح. وبكى أمقران وتوجه إليه الفاروقي وقال له كولونيل كيف أرى دموعك؟ قال والله هذه الدموع ليس للخوف أو ولكن أبكي لأنه هذا الذين سيعدموا معي ظلموا. لماذا أعدم هذا الناس؟ هذا هو جواب أمقران. يا له من رعب يوم عيد الأضحى. الأمر فظيع، الأمر مرعب، الأمر لا إنساني. أبناء الميداوي يحيطون بوالدتهم منهارين تماما. عائلة العربي والمهيدي تركتا منزليهما وذهبتا بجانب مكان جسد ذويهما، بينما ظلت عائلة أمقران وقويرة يغمرهما الحزن. لم أدر ماذا أفعل، لم أصدق ما شاهدت. هذا وصف زوجتك للعائلات بعد تنفيذ الإعدام. والله عشت هذه الفترة وهذا شيء محزن. وكانت تعيش، ليزيد كان يعيش بجانبها، يعني زوجته امرأة يعني بسيطة، لم تكن وصلت للمدارس العليا أو شيء ما، وكانت تعرفه الجميع من العائلات، عائلة زياد إلى آخره، أبو خليفة، كلهم كانت يعني تعيش معهم. وهكذا كان لها حزنها هي الأخرى كثير. أمقران طلب المسامحة من رفاقه. هتف الباقون جميعا هتافات تدل على الصلابة والشجاعة وهم يواجهون رصاص جنود أمير المؤمنين الحسن الثاني. رفضوا أن يطلبوا العفو، رفضوا أن يقعوا في المكيدة التي وقع فيها الذين أعدموا في الصخيرات، أن طلب منهم أن يهتفوا بحياة الحسن الثاني قبل الإعدام ولن يطبق عليهم الإعدام، فهتفوا بحياته ثم أطلق عليهم الرصاص. والله هذا هو كان موقفهم، لم يهتفوا ولكن ماتوا يعني بشجاعة وقابلوا الموت بشجاعة. هذا يبين بأنهم يعني هذا الطيارون كانوا متحمسين لإقلاع ببلادهم إلى الحرية، إلى الديمقراطية، إلى النماء، ولكن وللأسف هذا هو ما وقع. الحسن الثاني حشد أعدادا هائلة من الضباط وقيادات الجيش لحضور الإعدام حتى يرعب الجميع ويحذرهم من أن أي منهم إذا جرؤ على أن يقوم بشيء من هذا فإن هذا سيكون مصيره. وهذا يدل على شيء، إنما يدل على هذا نقص لهم. يقول لهم ها ترون أي أحد منكم إن لم يمشي في الخطة سيعدم. هكذا. كيف استقبلتم يوم 13 من يناير عام 73 خبر إعدام زملائكم؟ والله جانا الخبر يعني من رجال الحراس والدرك، وبكينا وتألمنا إلى آخره. هذا هو أنا كنت أشعر بين السطور في كل ما كتب أن بعض الحراس والضباط كانوا متعاطفين معكم، رافضين لما يحدث. هذا صحيح، كانوا يتعاطفون معنا الحراس،
ويعني كانوا يتألمون. وهذا الدليل الأكبر لأنه كنا ممنوعين من زيارة العائلات، ولهذا وكان يتم التواصل مع العائلات بواسطة هذا الحراس، الرسائل، أكل إلى آخره. تصف زوجتك معاناة العائلات في الخارج بعد تنفيذ الإعدام والسجن. بعد الظهر طلبوا من العائلات أن تأتي لتأخذ الجثث. كنا قليلين نحن الذين ساندنا هذه العائلات التي أعدم رجالها، لأن الشرطة كانت تقوم بتصوير الحضور. النظام لم يحترم حق الميت في أن يبكيه ذووه. طردت كل العائلات من سكن القاعدة، طبعا لأنكم كنتم كلكم تسكنوا في القاعدة ما عدا نانسي زوجة مبارك الطويل لأنها كانت أمريكية. أما أنتم المغاربة فلا قيمة لكم، لا قيمة لكم في مملكة أمير المؤمنين. وهذا صحيح، ليس كانت لنا قيمة، لأنه منعوا كويرة وأمقران أن يدفنوا في مع الناس في الشاول، يعني يدفنوا في المقبرة، مقبرة المدينة، يعني المقبرة، فدفنوهم بعيدين عن المقبرة في مكان بعيد وحدهم، وهكذا أصبحوا اثنان بعيدين في الغابة، يعني مهجورين. ومنع الناس أن يذهبوا معهم، ومنعوا الكل. وهكذا في آخر مطاف يعني تلقيت زوجة مقران، ويعني تألمت من هذا الحال وطلبت أن ترحل جثات، ولكن لما رجعت 2 أو 3 من بعد رأت بأن هناك أناس آخرين دفنوا بجانب أمقران وقويرة، وهكذا طلبت إلا أن تنظف المقبرة. بدأت هنا رحلة من المعاناة الإنسانية لكم ولعائلاتكم. لم يكن هناك أحد من زوجات المعتقلين أو الذين أعدموا متعلمين سوى زوجتك أنت، كانت صيدلانية، وزوجة زياد كانت مدرسة ابتدائي، مدرسة للابتدائي. باقي الزوجات اضطرت كثير من الزوجات للعمل خادمات في البيوت من أجل إطعام أولادهم. كانوا يعاملون على أنهم منبوذين في المجتمع. أيوة، هذا صحيح. الكثير من العائلات كما قلت، زوجتي كانت صيدلية ولا كانت في المدينة، وزوجة زياد كذلك. أما الآخرين فعانوا الكثير. المرأة كانت في القاعدة تعيش عيشة مريحة بين عشية وضحاها، أصبحت لديها لا شيء. إذن اضطرت أكثر من النساء، الكثير من النساء أن يعملوا في المقاهي أو يعملوا عند الناس، يعني شيء لا يصدق. هذا شيء طبيعي، ولكن الله سبحانه وتعالى من بعد، يعني هذا هو كان مصيرهم. وزوجتي عاشت هذه المراحل. نحن كنا في تازمامارت، وهي التي حكت لي الكثير من هذه الأشياء. زوجتك كتبت بشجاعة وعبرت عن آلام الأسر جميعا في كتابها أو مذكراتها كفاح امرأة، التي نشرت مع كتابك أنت، مذكراتك عن أسوار تازمامارت. للأسف نشرت بالفرنسية، يعني أنا ترجمتها بشكل خاص. والله نحاول أن نترجم الكتاب بالعربية إن شاء الله. يعني أنا ترجمته كاملا. والله أطلب تعطيني نسخة. سأعطيك نسخة من عندي. كانت ليلة 7 من آب أغسطس عام 1973 ليلة غير عادية. صف لي بالتفصيل ما حدث في ليلة 7 من آب أغسطس. والله بقينا مع السجناء المحكومين عليهم بالإعدام بعد أن
صدر وعدم الأصدقاء 11 بقينا مع السجناء، ولم يعني لا اتصال بالعائلات ولا أي شيء، إلى السادس عشت هنا نقلنا إلى مكان آخر. وهذا المكان هنا بدأت قلنا يعني ربما هذا غدا ستكون الزيارة إلى آخره، ولكن الصباح مبكرا على 3 سمعنا الحراس يصيحون: أيقظوا ستذهبوا من هنا، البسوا أمتعتكم. وهنا يعني كان قال لي حارس من قبل: إذا قالوا لكم ستذهبوا إلى مكان آخر خذ معك أكثر من البس أي شيء عندك. يعني كان الحراس متعاطفين معكم، ينقلون لكم الأخبار؟ كانوا يعني هل سمعتم شيئا عن تزمامارت؟ عن أنكم ستذهبون؟ لم نسمع أي شيء عن تزمامارت أبدا. حتى تلك الليلة تلك الليلة لم يوافقكم يعني قالوا الناس سننقل إلى مكان قلنا ربما سجن آخر سنكون نتمتع بجميع حقوقنا. إذن خرجنا كلنا يعني سجناء الطيران، ثم بدينا نمشي في ممر طويل ليصلنا إلى الباب الخارجي للسجن. وهنا شفنا فوج آخر خارج، وهما الأصدقاء الذين كانوا في محاورة انقلاب الصخيرات. حتى تلك الفترة، حتى ذلك اليوم لم تقولوا على الإطلاق به؟ لا، مرة يعني تكون الكلام عنهم، ولكن هم كانوا يتمتعون ببعض الحقوق، زيارة العائلات يعني إلى آخره. لكن أنتم منذ أن قبض عليكم عزلتم عن عائلتكم؟ عزلنا عن عائلتنا وعن كل شيء بعد صدور الحكم. يعني عائلتكم آخر مرة شفت فيها عائلتك في المحكمة؟ أيوة، آخر مرة. إذن بقينا نمشي في ممر إلى أن وصلنا إلى الباب الخارجي، وهنا كان أمام الباب الكولونيل فضول. الكولونيل فضول كان ملازم لسه؟ كان ملازم. هذه كانت ورقة في يده، وبدأ وكانت أمام الباب شاحنتين، يعني شاحنتين للجيش، فبدأ ينطق بالأسماء. لما ينطق يعني بالاسم اسمه يدخل. أيوة، يدخل الشاحنة، سيعمل له يكبل يده الأعين ويرمونه يعني بضاعة في الشاحنة. وهكذا بدأ ينطق بجميع ركب السفينة. وفي الأخير طلب من 4 الآخرين، وهم الشلاط وعبابو ومريزق وعقا، طلب منهم أن يتوجهوا إلى اليمين. هل كنت تعرفهم من قبل؟ لا. طبعا في محاورة انقلاب الصخيرات التي رواها أحمد المرزوقي في شهادته على العصر، كان محمد أعبابو شقيق محمد أعبابو الذي هو قام بالمحاولة، وكان عقا شلاط أيضا كان يعني ال4 دول من بقايا الصخيرات. أيوة. هؤلاء نودي عليهم وأخذوا على جانب. أيوة. لم يأتوا معنا في الشاحنات. ولكن تبين لي من بعد ذهبوا معنا إلى تزمامارت. هم نقلهم الملازم فضول معنا إلى تزمامارت. الأربعة. أيوة، هذا ما حكى لي الحارس. يعني هو كان لما وصلنا إلى تزمامارت. إذن وصلنا إلى تزمامارت وكنا 59 سجين، وكانت تزمامارت فيها يعني بنايات. البناية الأولى والبناية الثانية فيها 29 زنزانة. إذن يعني تزمامارت هذا سجن بني. صف لنا، قل ما هو تزمامارت. وهو السجن الرهيب في الصحراء. يعني بناه الحسن الثاني خصيصا لكم. بناه أفقير. بدأ في عهد الحسن الثاني. أيوه.
وهذا كان يقال الآن، كان الناس تقول بأنه كان يبنيه للحسن الثاني والعائلة، يعني بعد الانقلاب سيذهب بالجميع إلى تزمامرت. هذا ما يقال. ذهبتم 59 من محاولة انقلاب الصخيرات ومحاولة انقلاب أفقير الاثنين. أيوة. كنتم 59. أيوة. بما فيكم الأربعة الذين مات على فضل؟ بدونهم. السجن كان يتكون من 59 زنزانة ل 59 شخص. أيوة. نعم، هذا هو الصحيح. في الطريق إلى تزمامرت صف لنا الطريق. والله لما ركبنا في الشاحنات وقال فضل للأربعة اذهبوا إلى اليمين، ذهبوا الشاحنات، وبعد دقائق وصلوا إلى القاعدة، يعني لم تكن بعيدة من السجن. قاعدة جوية. القاعدة الجوية الثالثة التي كنا فيها. إذن عرفت بأننا في القاعدة ولو الأعين مغلق، لأنه سمعت الآلات إلى آخره. إذن من هنا رمونا في الطائرات، يعني نقلوكم من سجن القنيطرة إلى قاعدة القنيطرة الجوية ووضعوكم في الطائرات. وهنا يعني أول إحساس كان للجميع أو بالنسبة لي، حسيت بأننا سنلقى في البحر. هذا يعني ما كان يروج في ذهني، لأنه سمعنا بأن الكثير من الناس رميوا في البحر. يعني كان شائعا في عهد الحسن الثاني أن بعض المساجين السياسيين أو الغير مرضي عنهم وهذا ما كنا في الطائرات ويلقون في البحر. هل بعض الحراس قالوا أو أوحوا أو أشاروا إلى أنكم يمكن أن يلقوكم في البحر مع الطائرات؟ لا. هل تحدث معكم الحراس عن أي شيء أو أي معلومات؟ لا. هل كنتم تتكلمون مع بعضكم البعض؟ مع بعضنا بعض، يعني كل يقول شيء، قالوا سيرمونا البحر سنقتل إلى آخره. يعني رمونا في الطائرات وإقلعت الطائرات وذهبوا بنا إلى الرشيدية، إلى الصحراء. يعني بعد ساعتين يعني أو ساعة ونصف يعني وصلنا إلى الرشيدية وهبطت الطائرات. وهنا أحسست يعني أنت كطيار علمت أيوة علمت، يعني أحسست بالجو، يعني بحالة الطقس والهواء تغير، بدأ عرفت أننا في الصحراء. وهنا هبطت الطائرات ورمونا في شاحنات أخرى مرة أخرى. يعني أنتم كانوا بيرموكوا، كان بيشيلوا ويرموا؟ والله يدفعك هكذا البضاعة، يعني وأنتم مغمين لا نعلمون شيء. إذن من بعد مشوا بنا بالشاحنات، كان نمشي في الطريق العادي، يعني منصوف. من بعد تقريبا ساعة وربع خرجوا من الطريق وبدأوا يمشوا في طريق غير ممهد. وهنا أحسسنا بأننا في طريق غير ممهد. بعد 10 دقائق أو 15 دقائق وقفت الشاحنات وبدأوا الهبوط للسجن. هنا بدأ الجحيم، يعني حيث أن اطلقوا يدينا يدخلوا بنا إلى الزنزانة. صف لنا السجن أول معينك. والله أول معين السجن وهو السجن وهو حائط طويل 8 أمتار دائر، يا ربما بين الحائط يعني مساحات تكن 150 متر، وهنا يجب طول و50 60 متر عرض، يعني هذا المساحة اللي تغطي. وكانت 2 عمارات، ولكن هذه العمارات لما تشوفها لا عمارات بالعربي يعني عمارات مرتفعة، العمارات لكن مباني يعني مباني. ايوه مباني. السجن يعني مبني، ولكن الغريب هو اللون، يعني الاسمنت، يعني تشوف لون الاسمنت. هذا هو يعني تحس مش مباني عادية يعني كالمباني دين اسمنت. وهكذا بدينا ندخلوا. يعني أول حاجة ما بقات لي في الدين وهي نظرت هكذا وشفت الحائط يعني الذي داير بالسجن، ومقر صغير الفوق للحراسة. هذا هو ما يعني ما بقى في ذهني. ونظرت إلى السماء لآخر مرة
ودخلوا بي إلى الزنزانة، رموني في زنزانة وأغلقوا الباب، باب الحديد. يعني شعرت يعني خوف شديد، لأنه لما دخلت الزنزانة لم أرى شيء، أرى الظلمات يعني في السجن. احنا في هذا نموذج للزنزانة، لأن زنازين تزممرت ربما لا يوجد لها مثيل إلا في محاكم التفتيش في العصور الوسطى. هذا نموذج للزنزانة صممه السيد عبد اللطيف شقويني. صف للمشاهدين الزنازين في تزممرت. كان هناك 59 زنزانة ل59 شخصا، نصفهم ماتوا داخل الزنازين خلال فترة تزممرت. هذا هو شكل الزنزانة. صف لهم ما معنى أنك دخلت إلى تزممرت 18 عاما لم ترى فيها الضوء، لم ترى فيها الشمس، ظلام في ظلام. والله هذه زنزانة واحدة، ولكن لما تدخل هنا كاين 7 زنازين من اليمين و7 عن اليمين، وفي الدهليز يعني والدهليز مظلم، وامام كل زنزانة اخرى يعني 7 امامهم. يعني هو دهليز مظلم ايضا. ايوه، بين الزنازين يعني الدهليز لا يتعدى 140 سنتيمتر او 10 سنتيمتر. اللي هو الدهليز هذا. ايوه، الممر بين الزنازين لا يزيد عن 140 سم. ايوه. وكل باب في وفوق الممر يعني سقف من الحديد مشبك، فالممر مظلم ايضا. ايوه. هذه تدخل هنا ترى الزنازين عن اليمين وعن الشمال، والفوق فوق هذا الزنازين فوقهم كاين سقف اخر من الحديد كما نرى هكذا، يعني نعم. يعني فوق السقف الاسمنتي، يعني الزنازين، وهو عباره عن مكان مبني بالاسمنت الصلب والحديد، وفوقه سقف من القصدير. الزنزانة وهي تدخل للزنزانة كأنك تدخل إلى شيء مظلم، يعني مظلمة، لأن لم يكن لها نوافذ. الزنزانة هكذا داخل الزنزانة، وهي 3 أمتار عن 2 يعني المساحة ديالها، والطول الزنزانة هما 3 أمتار الارتفاع. وهنا في السقف ثقبة واحدة تعطي على السقف الثاني. قصدي يعني هناك سقفان للزنزانة. أيوة، سقفان. إن ترى من هنا ترى الحديد، يعني ترى الحديد. السقف الثاني. وهنا امام في الباب الثقب ده قطره قد ايه؟ والله يكون 15-20 سنتيمتر فقط لا فقط. وامامنا في جهه امام السجين كاين ثقوب اخرى مفتوحه على الممر، وكل زنزانه لها الحظ، يعني كاين عنده 10 ثقوب، 12 14 15. قطره برضه صغير شيء ما، يعني تقريبا 10 سنتيمتر. هذا هو هذا اللي يدخل الهواء لنا، هذا هو مكان. ولكن هذا الهواء ليس، هذا الثقب ليس يعطونا الى الخارج، بل نعم. كل هذا كل الزنازين كانوا تحت الحديد، يعني فوقهم الخرم الموجود او الفتحه الموجوده في سقف الزنزانه فوقها سقف اخر. نعم. سقف اخر. هذه الفتحات الموجوده في ممر الزنزانه فوقها سقف مظلم. كل شيء، كل السجن فوقه. اذا يكون كالخارج نار. داخل الزنزانه ما الموجود؟ داخل الزنزانه لا شيء، يعني كاين كوب من البلاستيك للاكل، كوب صغير هذا للماء، 5 لتر للماء في النهار، وهذا تبسيل صغير للاكل، وهذا كوب صغير ليعطيك شويه القهوه في الصباح. والسجين ينام هنا فوق الاسمنت والحديد، والغطاء لا شيء. جوج يعني لي كوفرتور، يعني جوج 2 من الغطاء
يعني مفترئ. هش وقديم اثنان من زملائك الهش. الذين في تزممرت قالوا أنها ربما كانت تستخدم بردعة للخيل. أيوة هذا صحيح. صحيح. هذا وقالوا فيها عمل الخيل. خير، وفيها وأيضا قديمة من الحرب العالمية الثانية. يعني شفت واحدة فيها سنة 44. يعني هذا يبين أنها في يعني كانت شيء. وهنا كان ثقب صغير للمرحاض. هذا هو يعني كل حياتك داخل الزنزانة. داخل الزنزانة. لا يفتح الباب ولا يخرج منه. لا يفتح الباب ولا يخرج أبدا لمدة 18 سنة السجين. وسألت طبيب قلت له هل يمكن لأي بشر أن يعيش في هذه الظروف بدون هواء بدون الشمس؟ قال لي لا والله لا يتعدى 4-5 سنوات، لأنه الشمس ضروري للحياة. يعني حينما أغلق عليك الباب هكذا، هذه أول مرة والله لما دخلت صدمت، لأنه لم أرى شيء في الظلمات. فبدأت كلهم الأصدقاء بدأنا يعني باليد كأنك تمشي في الظلمات تفتش ترى شيئا ما. فبدأت يعني كنت كالأعمى، ثم قست الكوب الماء، ثم التبصيل، يعني ثم شفت هذه الغطاء الهش. هذا هو ما. وبقينا هكذا صامتين، الرعب في قلوبنا. ولكن بعد نصف ساعة لأن الحراس لما رمونا في الزنازين أول حاجة ما قاموا رمونا، أغلقوا الباب ولم يتكلم أحد. هذا باب الزنزانة. هذا باب الزنزانة يغلقوه. هذا باب من الحديد. غلقوا الباب وذهبوا وتركونا لمصيرنا. إذا بعد نصف ساعة بدأنا نتكلم بيننا، نسأل من أنت إلى آخره. وهنا عرفنا بأننا مجموعة الصخيرات ومجموعة الطيران. يعني الآن المبنيين، مبنى كان فيه 29 زنزانة. أيوة. ومبنى فيه 30 زنزانة. أيوة. 59. المبنيين منفصلين عن بعض. أنتم بينهم مدخل كبير يعني يأتون منه الحراس. مجموعة تأتي إلى 29. كنتم في المبنى اللي فيه 29 زنزانة. أيوة. وهناك مبنى آخر فيه 30 زنزانة. 29 يعني 29 58 زنزانة. 9 العدد 58. أنتم لم تكونوا على صلة بال 28 اللي في المبنى الآخر أبدا. كنتم فقط عرفتوا بعض. عرفنا بعض. مين كان معك في المبنى اللي؟ والله كنا تقريبا الأصدقاء من بعد تعرفنا بأننا من الصخيرات ومن هذه. لم يعني يأتوا بنا الصخيرات بوحدهم. كنا يعني مجموعة خليط. من كان معك من مجموعة القنيطرة من الطيارين؟ والله كانوا معي كان الليتنا طويل الزموري، كان الناقب الوافي، كان الضباط الصف منهم 6 أو 7. يعني تقريبا النصف العمارة كان من الطيران والنصف الآخر كان من الصخيرة. تقريبا. في اللحظات الأولى من وجودكم بدأتم تتحسسوا، ما هي الهواجس التي انتابت؟ والله أول حاجة يعني بدأنا صامتين لأنه صدمة كبيرة. ثم من بعد بدينا نتكلم من أنت إلى آخره. ولكن كان دائما يعني في هاجسنا الأمل بأننا في السجن. ربما هذا سجن قاسي، يعني قاسي أكبر من السجن المركزي. ولكن كنا نفكر بأن غدا سنخرج إلى الخارج ونتمتع بحقوقنا في المشي وإلى آخره. في ظل الزنزانة هذه التي يعني لا يوجد فيها مكان مفتوح تخرج منه صوتك وتنادي. لا كل الأصوات تخرج من هنا. أيوه. معنى ذلك كنتم مضطرون إلى تصرخ يعني اللي يسمعك. ولكن هذا من بعد يعني لما يتكلم الجميع لم تسمع شيء. يعني هذا صداع.
قبل أن آتي إلى تفاصيل الحياة في تزممرت، قلت لي أن أعبابه شلاط وشلاط مريزق وعقة أخذوهم إلى تزممرت أيضا. لا من بعد عرفت. أيوة. لا في ما قصتهم؟ لأني أنا لما أخذهم فضول، قال لهم اذهبوا إلى اليمين، ونحن ذهبنا في الشاحنات. ما مصيرهم؟ هم لم نعرف مصيرهم، ولكن من بعد لما فرض الله عنا عرفت بأنهم ذهبوا بهم إلى تزممرت، ومن بعد خطفهم يعني فضول، أو هذه لعبة من فضول باش الناس يقولوا بأن هاد الناس كلهم ذهبوا بهم إلى تزممرت، ما فيهم الأربعة ذهبوا معنا إلى تزممرت. إذا انتهى الأمر. ولكن هو لعب لعبة أخرى من تزممرت، أخذهم ورجع بهم إلى الرباط، ولهذا الكل يقول إنهم في تزممرت ولم يكونوا في تزممرت. مصيرهم لا ولحد الآن لا زال مصيرهم مجهول. فقط هو الذي يعلم مكانهم، هو الذي يعرف مصيرهم. أنا أظن 100% أنه يعرف مصيرهم. قيل أنهم هربوا، فعلا هربوا وألقي عليهم القبض وأعدموا. إذن هذا أشياء معروفة. أين أعدموا وأين هم؟ إلى حد الآن لا أحد يعرف مصيرهم، ولا زالت عائلتهم تطالب بهم. ما الذي أراده الحسن الثاني من وراء وضعكم في هذه الزنازين وفي هذا السجن؟ والله هنا نرجع إلى كلام دليمي، قال له 23 سنة. هذا يعني هذا انتقام شديد، أو ربما يريد أن يقول للجيش ها هو مصيركم إذا تورطتم علي، وهو تزممرت، زنازين تزممرت والموت البطيء. هنا هذا السجن، والله أنا فكرت قلت كنا نطلب من الحراس نقول لهم أعدمونا بالرصاص أو أينما شئتم، ولكن لا تدخلونا في هذه الحالة. قل لا، ستبقوا هنا وتموتون يعني يريدون هذا انتقام، يريدون أن نموت موتا بطيئا، يعني كمثل الشمعة تذوب. هذا هو. هل تذكر الليلة الأولى في تزممرت؟ والله أذكرها، يعني الليلة الأولى كانت لم أنام أولا، ولما تعرفت عن الزنزانة ولو مظلمة بيدي ومسست السقف، وهذا يعني كان شيء. الحائط يعني أحس بالأسمنت لا زال يعني كان يهبط مع الحائط ولا زال يعني يتكبد في الحائط، ولم أنام وكنت أفكر، ولكن دائما تقول ربما غدا ستتغير الأمور إلى آخره. ولكن مع مرور الأيام هنا بدأت أفهم أننا جيء بنا هنا لا نموت في هذه الزنازين. ولكن من بعد تبين لنا حقا أنهم اختطفنا وجيء بنا في تزممرت لنموت. هذا السجن كان سريا لا يعلم أحد عنه؟ لا يعلم. وكان الحسن الثاني ينكر وجود سجن اسمه تزممرت. أيوه، كان يسأل عن تزممرت ويقال ليس لنا تزممرت ولم توجد تزممرت. هذا شيء. ولكن كما كان الحال يعني في الشهر الأول، ولكن لما اللي لاحظته وهو الطريقة الذي يمشون عليها الحراس، يعني كان الحارس لم ينظر إلينا، يعني يأتي في الصباح يأتون بالأكل، الأكل ضعيف شيء الأكل، الحارس ينظر، لا ينظر إلى الأرض، لم ينظر إلينا ولم يتكلم معنا. تقول له صباح الخير فيدفع الباب برجليه. يعني الحراس اختاروهم يعني حراس قاسية لا إنسانية في قلوبهم. ولهذا يحط لك له ويقول لك خذ
يعني لا يخليك وقت أن تأخذ أكلك، ويدفع الباب برجليه، يعني يصدم الباب لكي يؤثر على أذنيك. وهكذا بادت الأيام واستمر الأمر هكذا. الأكل ضعيف، الصباح شوية القهوة، يعني يشبه القهوة، شوية الخبز، خبزة يعني في النهار، خبزة وكوب الماء، يعني 5 لتر الماء، هذا ما يعطينا الصباح. في الغداء شوية الأكل، يعني بعض الشيء، لكن لم يكن فيه يعني شيء من اللحم أو شيء من الدهنيات. قضيتم 18 عاما في هذا الجحيم. أبدأ معك الحلقة القادمة ببعض أوصاف الصيف والشتاء والحياة في جحيم تزممرت. أشكرك شكرا جزيلا، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم. في الحلقة القادمة إن شاء الله نواصل الاستماع إلى شهادة الرائد طيار صالح حشاد حول أهوال سجن تزممرت. في الختام أنقل لكم تحيات فريق البرنامج، وهذا أحمد منصور يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.